السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم النهاردة في فيديو جديد عن القنوات النقلة لكاس العالم، قنوات القطرية على قمر النايل سات، وهي قنوات الكاس. قنوات الكاس بتردد كامل على قمر النايل سات. في الفيديو ده هعرفك ازاي تنزل التردد وازاي تقرب القناة بكل سهولة ان شاء الله. لو لسه اول مرة تشوفني فانا مصطفى ابراهيم، ولو مش مشترك في القناة يا ريت تنزل اشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تابع الشرح معانا لحد النهاية. نخش في الشرح على طول عشان ما اطولش على حضراتكم. الشرح اللي موجود قدامنا ده شرح على رسيفر اتش دي، فلو عندك رسيفر اتش دي هتقدر تنزل القنوات ديت. لو ما عندكش رسيفر اتش دي القنوات مش هتنزل عندك. وطبعا قنوات الكاس معروفه ان هي هتذيع مباريات الذهاب لقنوات لمنتخب قطر كامله، وعندنا 22 مباراه على النايل سات وعلى العرب سات. طيب عايزين نضيف التردد بنعمل ايه؟ اول حاجه بنخش على المنيو، بيظهر عندي هنا قائمة التركيب. قائمة التركيب اللي موجودة دي بدوس عليها اوكي، بيظهر عندي ضبط الهوائي، قائمة الاقمار الصناعية، قائمة الترددات. بنزل على ثالث خانة وهي قائمة الترددات. طيب بعمل ايه؟ بيظهر عندي زي ما حضرتك شايف اهو التردد كامل على قمر النايل سات، وده معدل الترميز، وده الاستقطاب بتاعنا سواء في او اتش، يعني عمودي او راس، عمودي او افقي. هنركز تحت هنا هنلاقي مكتوب اضافة بالاحمر، تحرير بالاخضر، شطب بالاصفر، بحث باللون الازرق. والالوان دي كلها موجودة قدامك اهي في الريموت بالترتيب، احمر اخضر اصفر ازرق. هنعمل اضافه بالزرار الاحمر ونكتب التردد الخاص بالقناه وهو 11919. 11919. وهننزل على معدل الترميز هنكتب 27500، والاستقطاب بتاعنا بدل ما هو عمودي هنخليه افقي او اتش او روزنتال زي ما الرسيفر بتاعك كاتب. بعد كده بندوس اوكي، بيظهر عندي وبيقول لي ان التردد موجود بالفعل، وبينقلني على مكان التردد. بدوس عليه اوكي، بيديني علامه صح. كده انا حددت التردد، وبختار علامه البحث بالزرار الازرق اللي موجود قدامك في الريموت. هنضغط ضغطه واحده عليه هيظهر عندي قائمه البحث. ما بغيرش اي حاجه في الاعدادات غير ان انا بدوس اوكي. اول ما بدوس اوكي مبروك علينا التردد خاص بقنوات الكاس. هينزل لي 4 قنوات موجوده في تردد واحد، منهم 2 مشفرين و2 شغالين. بعد كده بتجيلي رساله حفظ نتيجه البحث، بدوس نعم. اول ما بدوس نعم مبروك علينا القنوات هتلاقيها شغاله عندي بدون اي مشاكل على الرسيفر بتاعنا. طيب بعد ما نزلت التردد عايز اقرب القناه بعمل ايه؟ بخش تاني على المنيو، ومن هنا بختار قائمه القناه بدوس عليها اوكي، ومن هنا اداره القنوات هدوس عليها اوكي. بعد كده اختار القناه اللي انا عايز انقلها. نفترض ان انا عايز اختار قناه الكاس 4 ديت، بدوس عليها اوكي، وبروح المكان اللي انا عايز انقلها فيه. نفترض ان انا عايز انقلها هنا، وبنقلها بالزرار الاصفر، كاتب لي حرك بالزرار الاصفر اللي موجود قدامك ده. هنضغط ضغطه واحده عليه هلاقي القناه اتنقلت زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هدوس اكزيت، هيكتب لي حفظ البيانات، وهخرج بره هلاقي القنوات كلها موجوده وشغاله بدون اي مشاكل على الرسيفر بتاعنا. وبكده وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا رب الشرح يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو في اي استفسار سيبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم بنفسي. واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين. وكان معكم مصطفى ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.